النصراوي والأهلاوي والاتحاد زعلانين. تعال نسمع الحكمة من حبيبنا عبد العزيز الغيامة. تعال نسمع ونرجع، يلا بينا. تحدث على أن هذا الدعم، هذا أخذ مليار وهذا أخذ 100 مليون، وأنا أشوف أن هذا هو منطقي جدا. وأنا رجعت كثير ونقول يعني أنت أعز ما تملك، الإنسان أعز ما يملك له أولاده، مستحيل أنه يعني يعاملهم بنفس المعاملة، لأنه يعرف أن هذا الشخص لو أعطيته أنا مثلا مليون بيدمر نفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم، ما أعطى قال بعد بينهم بعطي كل واحد مليار وخليه يتصرف. الأندية بشكل عام من السابع المستحيلات انك تعدل بين الانديه، اساسا خطا. انا وجهه نظري قلت من العداله اني انا ما اوزع بالتساوي بين الانديه في ضروره. ترى اذا الهلال مثلا ميزانيته مليار و100 كمثال، اجي اقول والله لازم الاتحاد ياخذ مليار و100، لازم النصر ياخذ مليار و100. لا، في فروقات بين. اعذروني فقد تاثرت وتاثرت حساويسي وتاثرت مشاعري. يا غيامه، يا غيامة، بعد حديثك لا ملامة لا ملامة، كلام كليم. لا تعدل، لأنه من باب العدل أوقات أن لا تعدل. لو معك إخوان أولاد لا تعدل، والله كلام بس أهم شيء الهلال هو المسؤول. طيب أعدل بالثانيين ولا تعدل بالهلال؟ لا، أعدل بالهلال والباقي لا، مو لازم. والله كلام كليم جدا. فيا عزيزي المتابع، إيش رأيك بكلام الغيامة؟ وانا وجهة نظري لا ملامه بعد حديث القيامة. اديني رايك يا حلولي، فقد تأثرت جدا ولا استطيع الاكمال. مشروعي القادم باذن الله مقبرة حلولي. اديني رايك، يلا مع السلامة عليكم.